واش مدريد مدينه تستحق تزورها كسائح ولا لا؟ في هذا الفيديو غادي نكتشفوا اشنو ممكن دير في نهار واحد في مدينه مدريد. غادي نهضروا على لوطيل اللي جلسنا فيه والاكل اللي جربنا في هذه المدينه. اول حاجه ركبنا في التجربه من برشلونه لمدريد والثمن تقريبا كان شي 900 درهم، والا قطعتو بجوج سيمانات قبل تقدروا تركبوا ب 400 درهم. فاش وصلنا لاكار تران بويرتا دي اتوشا ما تعصبناش واش غادي يهزنا طاكسي ولا لا. وهذا الشيء اللي كيوقع في مع الاسف اغلبيه محطات القطار في المغرب. كيف كتخرج كتلقى واحد الصف اللي كتبعو في الاخر كتوصلك النوبه وكتختار الطاكسي ديالك. والزوينه ان الطاكسي تقدر تخلصو بلابليكاسيون ولا تخلصو تا بلا كارت، وغادي يركبك غير انت بوحدك ويحطك في البلاصه اللي بغيتي. ريزيرفينا في اوتيل برينسيبي بيو، فندق 3 نجوم 1300 درهم الليله بدون فطور والثمن لشخصين. الفندق جا في منطقه استراتيجيه حدا عده متاحف البالاسيو رويال د مدريد وقريبه لواحد ستاسيون دو مترو. لوطيل نقي كالم، شومبر كبيره ومجهزه مزيان. وصلنا ارتاحينا شويه ومشينا لمارشي نويل اللي كان قريب للوطيل، وقفنا عند الدريات لقيناهم كيبيعوا ديك الخبزه اللي كتجيب لك